صدمة كبيرة تلقتها الفنانة زينة برحيل شقيقها الأصغر بشكل مفاجئ. حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير على مساندة الفنانة زينة ومواساتها في عزاء شقيقها الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. منهم الفنان أحمد السقا، محمد رمضان، مصطفى شعبان، عمرو سعد، هشام ماجد، باسم سمرة، ريم البارودي، لبلبة، ريهام عبد الغفور، طارق لطفي، عمرو سمير، أشرف زكي، تامر عبد المنعم، حمزة العيلي، محمد لطفي، نادية الجندي، محمد حفظي، لميس الحديدي، عماد زيادة، دينا فؤاد، أيتن عامر، إبراهيم سعيد، جنات، خالد يوسف، وإلهام شاهين وشقيقها أمير. وشهد العزاء حضور الدكتور أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية إلى جانب الكاتب الصحفي خالد صلاح. وظهرت زينة في العزاء في حالة انهيار تام ولم تتوقف عن البكاء، حيث حضرت بصحبة كل من عمرو سعد وباسم السمرة الذين حرص على مرافقتها في مكان العزاء. كانت زينة شيعت جثمان شقيقها الأصغر والذي رحل عن عالمنا فجر الثلاثاء الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. وشهدت لحظة وصول جثمان شقيق زينة إلى مسجد حسن الشربتلي في القاهرة الجديدة حالة من الانهيار التام، حيث دخلت والدته في نوبة بكاء مؤثرة فور رؤية الجثمان ولم تتمالك نفسها من شدة الصدمة. كما انهارت زينة هي الأخرى تأثرا برحيل شقيقها المفاجئ إثر أزمة قلبية وبدت عليها علامات الصدمة والحزن.